موقف مشرف جدا من عمرو أديب، ومحتاجين لقرار سريع ينهي أزمة الأرض المخصصة لنادي الزمالك بأكتوبر. مجلس إدارة نادي الزمالك جاي بعد مجلس دمار وديون، بعد مجلس مرتضى منصور. مرتضى منصور هو اللي عمل البلاغ في فرع أكتوبر. سيادة الرئيس، أنا مفوض من جمهور نادي الزمالك إن نطلب هذه. أنا مفوض من مجلس إدارة نادي الزمالك إني أناشد حضرتك لو سمحت أن تنظر بعين المسؤولية وعين التربية، وأنت تهتم بهذه الأمور. أنت تعلم معنى الرياضة، أنت تعلم معنى الشباب، أنت تعلم معنى الإحساس بأنه في حد حاسس بيك في البلد، إنها ليس خلاص راح واصله في مرتضى منصور قدم بلاغ فالدنيا باظت. هناك حل يمكن ان يرضي جميع الاطراف. عمرو أديب طلع على الشاشة وقدام كل الناس وقلع مرتضى منصور ملط أمام الملايين، ووجه رسالة للرئيس السيسي. فرع النادي في أكتوبر أمل لكل زملكاوي. سيادة الرئيس، أنا مفوض من جماهير الزمالك ومجلس إدارته، ولو سمحت انظر بعين المسؤولية والتربية. لدرجة جماهير الزمالك بيطالبوا بترشيح عمرو أديب لعضوية نادي الزمالك.